بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم شيماء عادل، ويلا فيديو جديد هنعمل فيه مع بعض وصفات تنفع فطار وتنفع غدا وكمان تنفع عشاء. ويلا بينا نشوف هنعمل اول وصفة معانا ايه. هنا معايا بدنجانتين الرومي الكبير ده، هنشويهم ونعمل احلى بابا غنوج في الدنيا. او قبل طبعا ما نحط البدنجان على النار لازم نغسله كويس، وبالسكينة كده نعمل فيه فتحات علشان ما يفرقعش معانا على النار. وبحطه على النار وافضل اقلب فيه كده، كل ما يستوي من ناحية افضل اقلب فيه لحد ما يستوي كله معايا. طبعا بنشويه على البوتاجاز من فوق احسن بكتير من الفرن. لما بيبقى مشوي من الفرن بيبقى اسود من جوه، انما هنا لما بيبقى على البوتاجاز من فوق بيبقى ابيض وجميل. هنا بطلعه على كيس بلاستيك علشان ما يبهدلش الدنيا معايا، وبغطيه كمان بكيس بلاستيك او عندك غطا كبير، اي حاجه يتغطى اي بتنجان لازم يتغطى معاكي، مقلي مشوي، علشان خاطر البخار اللي طالع منه ده هيطريه ويخليه حتى لو في جزء ما استواش هيستوي معاكي. وهنا بقى نبدأ نعمل الباذنجان المخلل بالدقة التحفة ده. معايا باذنجان اسود وابيض، غسلته كويس وبعد كده بقطعه بالسكينة كده بالطول، مش بشقه نصين، بعمل فيه فتحة بس كده علشان نحط فيها الدقة. وبعد كده اقليه في زيت على نار متوسطة واطلعه برضو اغطيه اما بغطا اما بكيس واسيبه يهدى معانا. وكده بعد ما سبته حوالي 10 دقايق بقى طري معاكي، والبخار اللي طلع منه ده سواه اكتر. ويلا بينا نعمل احلى دقة. معايا بقى معلقتين من الهريسه اللي احنا عاملينهم مع بعض هنا في القناه، هتلاقوا الفيديوهات بتاعتها هسيبها لكم في صندوق الوصف. وبحط عليها معلقتين توم مفروم، لو متفرز عندك حطي متفرز، مفيش حطي حوالي 6-7 فصوص توم واضربيهم بالكبه، وعصير ليمونه، ومعلقتين 3 خل كده كبار. ونحط معلقه كمون ومعلقه ملح ومعلقه كزبره ناشفه. عايزه تقطعي عليها بقدونس قطعيه براحتك، ده يرجع لك. وبعد كده ببدأ أتبل بيه البتنجان بتاعي، واسيبه كده قبل الأكل ساعة مثلا، لحد كده ما يشرب من التتبيلة، بيبقى طعمه تحفة جنب الأكل. طبعا الأكلات دي بتقعد معاكي الأسبوع كله، تعمليها كده مش هتاخد في ايدك ساعتين زمن، وتجهزي وتحطي في علب وتحطي في التلاجة، وبتبقى جاهزة على الأكل على طول. طبعا ما بتاخدش في ايدك وقت خالص. خلصت الدقة بتاعتي، ممكن تعملي الدقة دي كلها جاهزة طبعا في وقتها في الكبة بتاعتك، بس لما بتبقى الحاجة عندك جاهزة ومتفرزة بتبقى سهلة قوي، ما بتاخدش وقت في ايدك خالص. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا عندي الاكلات دي اللي تبقى موجودة في تلاجتي، وقت ما اي حد يجوع يبقى فيه اكل فطار عشاء، افضل بكتير من اي اكل جاهز من بره. على الاقل ده انت عاملاه بايديكي وفي بيتك، محطوط في تلاجتك، انت عارفه انت عاملاه ازاي ومضمون، غير اي اكل ممكن الولاد يجيبوه من بره. وطبعا اكل بره عمره ما بيبني صحه ولا بيبني جسم اطفالنا ولا بيفيدهم خالص، هو بس حشو معده وخلاص. نرجع بقى للباذنجان. هنا انا خلصته، حطيت عليه بقيه الدقه كلها، طري وجميل والدقه مظبوطه عليه. واحط عليه بقى حبه خل كده كمان. وطبعا لو انت عايزاه سبايسي بتزودي شطه عليه او تحط الهريسه سبايسي. هنا بقى نرجع للباذنجان بعد ما تشوه، حطيت عليه كيس، نزل الميه بتاعته، وطبعا انا مطلعاه فوق كيس علشان ما يبهدليش الدنيا. بص انا هقشره بظهر شوكه كده، وكل القشر بتاعه ده مش هيبهدل لي اي حاجه في رخامتي. هخلصه كله والكيس هيتلم بكل القشر ده ويتحط في الباسكت على طول، مش هيبهدل الدنيا خالص. وباذنجان دلوقتي مالي السوق وسعره مش غالي، يعني الوجبة مش هتكلفك حاجة خالص. خلصت هنا تقشير الباذنجان، وبعد كده هحطه بقى في بولة، وابدا اهرسه بره بقى. هو بعد ما حطيته في الكيس البلاستيك كده وغطيته حوالي ربع ساعة استوى اكتر، ولو كان في اي جزء فيه ما استواش على النار فهو كده كمل سواه جوه الكيس. خلصت طبعا الهرس بتاعه بشوكة. وبعد كده بقى هبدأ احط عليه الاضافات اللي هتخليه طعمه ما تقوليش ان ده بابا غنوج خالص. حطيت عليه كوبايه زبادي، طبعا الزبادي انت ممكن تضيفي براحتك، ممكن تحطي كوبايتين زبادي براحتك. ومعلقه توم مفروم ومعلقه هريسه مفرومه. واحط بقى عصره ليمونه، وكمان معلقتين كبار من الطحينه. البابا غنوج يحب الطحينه، يحب الطحينه والثوم. وحطيت بقى معلقتين كبار من الزيت، ومعلقه كمون، معلقه فلفل اسود، ومعلقه كزبره ناشفه. دي بهارات البابا غنوج. وقلبه بقى كويس قوي. بعد الخلطه دي عايزه تحط معلقه خل براحتك، انا اكتفيت بالليمون بس. واقلبه بقى كويس قوي قوي، اخلط كل المكونات اللي فيه، وابدا احطه برده في علبه معايا،
ويتحط في تلاجتي. ده بيقعد الاسبوع كله، مش بيجراله اي حاجه في تلاجتك. بصي الكميه بتاعتي ما شاء الله، الباذنجانتين مالوا الدنيا. دي تاني وصفه معانا. نيجي بقى لتالت وصفه معانا. هنعمل بقى حبه بطاطس مهروسين كده، نوعين من البطاطس المهروسه. معايا 4 بطاطسيات هنا، قشرتهم كويس قوي كلهم، وبعد كده قطعتهم وسلقتهم. حطيت عليهم كوبايتين من الميه وسلقتهم بحبه ملح وحبه كمون على النار. عايزه تغيري لون البطاطس ممكن تحطي حبه كركم في الميه وهي بتتسلق، هتطلع لك لونها اصفر، والله بيبقى شكلها حلو قوي، تغيير يعني. هنا انا خلصت تقشيرهم اهوت، وبدات بقى قطعتهم. بتقطعيهم طالما هنسلقهم بنقطعهم قطع صغيره علشان ما ياخدوش وقت في السلق، ما ياخدوش مجهود كبير على النار. خلصت هنا تقطيعهم كلهم وغسلتهم كويس قوي، وبعد كده حطيتهم في حله وحطيت عليهم كوبايتين ميه على النار، وسبتهم لحد ما اتسلقوا معايا، بس يتسلقوا كويس قوي عشان نعرف نهرسهم. وهنا بعد ما اتسلقوا معايا وبردوا كده شويه، بدات هرستهم بقى بالمعلقه. ما نفعتش معايا المعلقه، جبت شوكه وهرستهم كويس قوي. المهم يتهرسوا يبقوا بيوريه كده حلوه. بعد ما هرستهم بقى بدات قسمتهم لنصين، يعني 4 بطاطسيات قسمتهم بقى، كل طبق فيه حوالي بطاطسيتين، يعني كل طبق فيه حوالي بطاطسيتين مهروسين. كل بطاطسيتين هنعملهم نوع من البطاطس. اول نوع معايا هنا حطيت عليه معلقه هريسه الفلفل اللي احنا عاملينها مع بعض، ومعلقه توم مفروم، واحط عليها التوابل بتاعتي، ملح وكمون وحبه كزبره كده ناشفين صغيرين، وقطعت عليهم عودين بقدونس. الخضره دي ترجع ليكي، بقدونس كزبره شبت اي حاجه. بس الخلطة دي البطاطس دي بعد ما بتخلص كده يعني بتبقى خطيرة، ومعلقة زيت بس عليهم، وخلطتها كده مع بعضها وحطيتها في علبة برضو وتحط في التلاجة. دي سندوتشات بقى وجنب الأكل كده، بتبقى ريحتها حلوة قوي، الدقة في البطاطس بتبقى تحفة. وبعد كده بقى حطيتها في علبتها وبس كده. طبعا بحط على وشها بعد ما بخلص أي علبة، بحط عليها حبة زيت علشان وشها ما ينشفش في التلاجة. ودي علبة البطاطس. النوع التاني بقى من البطاطس حطيت عليه بيضتين مسلوقين. النوع ده بيبقى حلو قوي، لو عندك طفل صغير هيحبه جدا. ولو ما بياكلش البيض حطي له البيض في الوصفة دي، وحطي عليه ال3 معالق مايونيز دول، وحطيت عليهم حبة ملح وحبة كمون وحبة فلفل اسود طبعا علشان البيض. وهرسي البطاطس بالبيض بالمايونيز دي وجربيها، والله العظيم هتعجبك جدا. ولو في طفل صغير لسه مش بيرضى ياكل البيض وعايزه تدخله له في اكله او البطاطس حتى، اعملي الوصفه دي وهتعجبك طريقتها قوي قوي، وهياكلها ومش هيبقى عارف اصلا هو بياكل ايه. المايونيز مخلي الوصفه مش باين ان هي بطاطس ولا باين ان فيها بيض اصلا، فطعمها حلو قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنا خلصت البطاطس وحطيتها في علبتها وغطيتها، وحطيتها جنب باقي العلب بتاعة الأسبوع. هنا بقى الوصفة التالتة معايا. هنعمل حبة مسقعة كده سادة ما فيهاش أي حاجة، من غير لحمة خالص. عندي الباذنجان برضو لونين، الاسود والابيض. الاسود انا بقشره كده بسيب فيه خط بسيط كده بشكله حلو، والابيض طبعا تقطيعه بقى ليكي، عايزه تقطعيه مكعبات دواير زي ما انا عامله كده براحتك. ومعاهم قرنين فلفل وبطاطسايه قشرتها وقطعتها قد الباذنجان والفلفل معايا نفس الحجم مكعبات برضو، وكلهم نزلت بيهم في طاسه الزيت، قليتهم ورا بعض كده وطلعتهم في مصفى يتصفوا معايا بس من الزيت. وبعد كده هبدأ أعمل صلصة المسقعة بتاعتي. هنا معايا 3 طماطميات قطعتهم قطع صغيرة قوي. أنا بحب الطماطم بتاعة المسقعة، هي دي أحلى طريقة ليها، تبقى متقطعة كده قطع صغيرة. وبعد كده بحط لها نص كوباية مية وبحط لها معلقتين صلصة. عايزة تضربي طماطم في الخلاط براحتك، عايزة تحطي صلصة خالص اللي انت عايزاه، بس دي أحلى طريقة للمسقعة، ان يبقى فيها قطع الطماطم كده مع الباذنجان والفلفل والبطاطس. في معلقة زيت على النار حطيت معلقة كبيرة من الثوم المفروم، واديت لها تشويحتين كده ريحتها تطلع بس. وبعد كده بنزل بالطماطم بتاعتي وبحط عليها معلقتين الصلصة، وعليها طبعا معلقة هريسة حلوة كده، ونص كوباية مية، معلقة كمون ومعلقة ملح ومعلقة فلفل اسود،
وسبتها تغلي غلوتين، وبعد كده حطيت عليها الباذنجان والفلفل والبطاطس بعد ما اتقلوا وتصفوا الزيت بتاعهم معايا. اسيبها بس تاخد غلوتين، هي كل حاجه فيها مستويه. وده شكلها بعد ما خلصت. نيجي بقى للوصفه الاخيره معانا وهي الفول. معلقه توم مفرومه كده في معلقه زبده بلدي متسيحه، ونزلت عليها بطبق كبير من الفول اللي احنا لسه عاملينه مع بعض برضو على القناه. معلقه الزبده البلدي اهي. ده فول بالزبده والثوم، وبنحط عليه معلقه كمون ومعلقه ملح بس. ده بيبقى ريحته حلوه قوي غير الفول التقليدي اللي احنا بنعمله. وبس كده على النار. اشيله بقى من على النار يهدى حبه، وبعد كده احطه في علبته واحطه برضه جنب باقي العلب. الوصفات دي سهله ومش هتاخد في ايديكي اي حاجه خالص. ساعه في مطبخك وتريحك بقيه الاسبوع كله. وطبعا تعملي كميه الفول اللي انت عايزاها. احنا لسه مدمسين فول ونازل الفيديو بتاعه على القناه. ده طبق بس منه اخدناه وعملناه بالزبدة والثوم، وطبعا الكمية بقى دي ترجع ليكي انت. وخلصناه وحطيناه في علبة برضو في التلاجة. عليه كده حبة زيت من فوق علشان وشه ما ينشفش في التلاجة بتاعتنا. يفضل معاكي الاسبوع كله، اكتر من اسبوع كمان. هنا بقى معايا الخضار، طبعا برضو ببقى مجهزاه في تلاجتي. الجرجير غسلاه وحاطه تحتيه منديل علشان ما يبصش في التلاجة. خس بقى، خيار، اي خضار انت بتحبيه في التلاجة متقطع وجاهز ونضيف مغسول كويس قوي، بحيث انه يبقى على الاكل على طول. طماطم بقى، خيار، حتى الليمون، اي حاجة مغسولة محطوطة ونضيفة في التلاجة. هنا المسقعة بقى هحطها في علبتها بعد ما هديت شوية. وبرضو مش هغطي عليها الغطا بتاعها غير لما تهدى خالص. ريحتها كانت جاية بآخر العمارة. وده الفول بتاعي. خلصته وفي علبته برضو. والبطاطس اللي بالبيض بمايونيز دي خطيرة خطيرة. والبطاطس اللي بالدقة كمان. وده البابا غنوج معايا كده. خلصنا كام صنف ما خدوش في ايديكي ساعة في المطبخ. وده الباذنجان المخلل. الكمية بقى زي ما انتي حابة. عايزة تزودي تنقصي حاجة تشيلي حاجة براحتك خالص. ودي مجموعة أكلات النهاردة عملناها مع بعض، اقتصادية وسهلة، مش تاخد في ايدك وقت خالص، وكمان موفرة. لو عجبتك ما تنسينيش بدعوة حلوة. والسلام عليكم ورحمة الله.